الله نور السماوات والأرض. نور السماوات والأرض. السماوات والأرض. السماوات يغطين الأرض كاملة أم لم يغطين الأرض كاملة؟ السماوات يغطين الأرض كاملة بما فيها من طبقات، وسماوات 7 وأراضين 7. تمام. الله تبارك وتعالى قص لنا هذه الآية فيها الكون كله، وليس تشبيه. أنا لا أشبه، نص الآية يقول ذلك: الله نور السماوات والأرض. يعني الله يغطي السماوات والأرض شاملة. وارجع إلى قول الله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. عرش الله تعالى فوق السماوات والأرض، والكرسي أسفل العرش يغطي السماوات والأرض. إذا نور الله وسع السماوات والأرض وتخطاها، لأن الكرسي أصغر من العرش. انت فاهم؟ انت النور نفسه او حجم الله لا تتخيله. انت اعقل. الله قال في آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي هذا تحت العرش. انت فاهم؟ احنا ككون كامل نأخذ النور بمصباح من الله، اللي هي المشكات من العرش. ما هو الكرسي تحت العرش أسفل العرش. السماوات والأراضين بيأخذوا نور من مصباح تحت العرش، من العرش، يعني واخدين جزء من النور. انت فاهم؟ هذه الآية مش معجزة بس، ولا علم ومعرفة بس، ولا عظمة، هذه الآية تنهار إن آتاك الله من العلم وتفكرت فيها، تنهار أمام العظمة. جل جلال الله تبارك وتعالى، جل جلال الله